منهاج السنة النبوية. السنة نجاة. العجب أن ترى بعض من يتفلتون ممن يشار إليهم ويقال عن فلان سلفي وفلان سلفي، ويخالفون هذا الطريق ويمشون مع أهل الأهواء، ويمشون مع المغموصين، ويمشون مع بعض المجهولين الذين ظهروا في هذه الآونة الأخيرة، والذين لا يعرف حالهم، بل أكثر من ذلك بعضهم لم يعرف في السابق إلا بالإنكار على السلفيين وأهل السنة والأثر، وكان يعتذر لأهل الأهواء والبدع والحزبيين ممن تعرفونهم ويعرفهم كثير من غيركم، ممن هم الآن نسأل الله العافية والسلامة قد ظهرت أحوالهم واستبانت طريقتهم غاية الاستبانة. فما كنا نرى من هؤلاء قبل أكثر من 20 عاما، 25 إلى 30 سنة، ما كنا نرى منهم إلا الدفاع عن هؤلاء، والدرجة الثانية الاعتذار لهؤلاء، والدرجة الثالثة التشكيك في كلام السلفيين الذين تكلموا فيهم أو حذروا منهم، والدرجة الرابعة الإنكار والإغلاظ على السلفيين بأنهم متشددون في نقدهم لهؤلاء. فهذا لم نرى منه توبة، لم نرى منه رجوعا، لم نرى منه تأسفا، لم نسمع عنه اعتذارا، وإذا بنا بين عشية وضحاها قد رأيناهم من المقدمين، وأصبح شباب أهل السنة وأبناء أهل السنة في بلبلة وفي لبس من أمرهم، نسأل الله العافية والسلامة. فيا معاشر الأحبة، عليكم بما تعرفون، وخذوا العلم عن أهله المعروفين، وخذوا السنة عن أهلها المعروفين بها وإن قلوا، واحذروا من لبس في دينه على الناس وإن كثروا، فإن كما قلنا خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، والتلبيس على الناس لا يكشفه إلا أهل العلم. فرجعنا إلى العلم والحاجة إليه الماسة الضرورية، فإن العلم هو الذي يكشف به كل بلاء من جهل أو هواء، من جهل أو هواء، فيكشف به الجهل في جهالات الجاهلين، ويكشف به الهواء في إحداثات أهل الهواء والمنحرفين والمبتدعين، نسأل الله العافية والسلامة. فرجع الأمر إلى العلم، فالواجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نصلب في هذا، فإن الثبات على السنة عزيز، وأهله الآخذون به قليل. منهاج السنة النبوية. السنة نجاة.